السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، أحبائي في الله، منوريني ومشرفيني وجودكم على راسي من فوق. النهاردة بإذن الله هصور لكم فيديو كده، يا رب يكون خفيف على قلبكم. هو المكان ده أنا صورته قبل كده ورحنا بيه لما الدراسة خلصت. لو تفتكروا كان تاني يوم عيد ميلاد ريناد، بس المكان أنا كنت مصوراه بالنهار، فالأجواء بالنهار غير بالليل خالص. غير ان احنا دخلنا اماكن انا ما كنتش اعرف ان هي موجوده، زي مثلا سينما رعب انا ما خدتش بالي منها وانا هناك خالص، وبيت الرعب برضو دخلناه وبرضو مصوره لكم برضو الاماكن فيه. وهقول لكم يعني الجو هناك عامل ازاي والدنيا عامله ازاي، وكمان الحيوانات اللي هي على شكل تماثيل دي عاملين لها اضاءه حلوه جدا يعني. مخلين المكان بصراحة تحفة. المكان ده برضو كان يعتبر جديد لانهم كانوا بيوضبوا في المكان دوت واحنا هناك المرة اللي فاتت. فتحس ان انت داخلة كده على يعني معبد في اقصر في الاسوان. حاجة فرعونية، حضارة فرعونية جميلة. وقفنا اتصورنا هناك جنب الحاجات الجميلة ديت. وهنا برضو الغوريلا دي كان وصل لها كهرباء في عينيها وبقها وكانت منورة كده. لأ، يعني المكان بالليل بصراحة حاجة وهم. غير بقى الجو يعني كله كوم، والجو هناك كان حاجة تحفة. طبعا احنا في الصيف وكلكم عارفين جو الشقق قد ايه في الصيف بيبقى صعب. فلما تخرجي بالليل في مكان زي دوت واسع ما شاء الله. آه يعني المكان تحفة بجد. تبقي قاعدة بقى كده، طراوة وهوا جايلك من كل اتجاه، فدي حاجة حلوة قوي. برضو كانت من الحاجات اللي كنت انا مبسوطة قوي. قعدنا لحد تقريبا الساعة 12 برا. وبعد كده اتحركنا من المكان ده بقى، كان خلاص كده يعني بيقفل. فدي بقى دخلتنا واحنا داخلين ندفع التذاكر. طبعا انا مصورتش الحيوانات كلها بسبب ان انا كنت مصوراها في الفيديو اللي فات، فقلت ايه يعني انا صورت الدخلة بس بتاعت الحيوانات اللي موجودة في الدخلة، على اساس اني انا مصورة قبل كده الفيديو اللي فات في كل الحيوانات اللي كانت موجودة. فقلت ايه، لا انا هصور بقى الحاجات اللي يعتبر ما صورتهاش. ما كنتش اعرف اصلا ان هي موجوده واكتشفتها. كمان المكان هناك عاملين له اضاءه حلوه قوي. طبعا كل لعبه ليها اضاءه، فمع الضلمه ولما بتيجي بقى تقيدي الانوار دي بتبقى يعني المكان شكله حلو قوي. وغير بقى ان هم مشغلين هناك سماعات كبيره جدا في المكان على اغاني، لدرجه ان كان في اطفال عماله بترقص. وكان يعني الفرحه باينه جدا في الاطفال. هنا الديناصور ده ما كانش لسه توصل له اضاءة، بس هينوروه وهوريكوا. بصوا يعني الاضاءة جميلة قوي في الالعاب. كل الالعاب بالمنظر دوت بتنور. ايدين لها كل الاضاءة بتاعتها بالليل. بالنهار طبعا ما بتبقاش واضحة كده والمكان ما بيبقاش جميل كده زي بالنهار. يعني انا رحت بالنهار ورحت بالليل، فلا انا لو هروح بعد كده هروح بالليل. بس في الشتاء مش عارفة بقى هي وظروفها. المهم ان احنا هنتنينا نروح لحد ما يعني ايه، لحد ما الجو كده يبقى مظبوط بالليل. هنا بقى كنت انا عاملة اكل. عملت سندوتشات كبدة، وعملت عصير فروتي برتقان ومخلل، وكنت عامله فنكوش وفشار برضو معايا، وجايبه ازازه ميه معانا عشان خاطر ايه، يبقى كل حاجه موجوده. والاولاد ياكلوا حاجه قبل ما يلعبوا. طبعا انا اول ما دخلنا، بصوا هنا الديناصور دوت كانت توصلت له الاضاءه بتاعته، كان بينور شكله حلو جدا، فانا برضو صورته. فجينا قعدنا كده عند بيت العصافير. وكان هناك في كل مكان كده تلاقي عاملين ترابيزة بكراسي، تقعدي بقى عليها. مثلا عايزة تقعدي بس، مثلا انتي وجوزك وعيالك عادي تقعدوا شوية، عايزين تاكلوا عادي يعني. هما سايبين لك حرية الاختيار يعني. فهو دوت بيت العصافير. طبعا احنا كنا قاعدين بقى في الوقت دوت بناكل. قلت لهم كلوا الاول وبعد كده اشربوا عصير وايه، وقوموا بقى العبوا براحتكم عشان طبعا ما يفرهدوش ويبقى يعني مديهم طاقة وكده. البيت دوت انا كنت مصوراه المرة اللي فاتت، بس كان عشان بالنهار والشمس كانت ضاربة في الازاز فكان عاكس، فما كانش موضح اللي جواه. يعني حاولت على قد ما اقدر، بس ما كانش باين خالص اللي جواه. هنا عصافير طبعا شكلها حلو قوي وبغبغانات بصراحة، وكانوا عاملين صوت بقى زقزقة كده، كان يعني بصراحة المكان حلو قوي.
فاحنا اخترنا ان احنا ناكل في المكان ده عشان نبقى قاعدين كده ايه جنب زقزقة العصافير كده وجو رومانسي يعني. بس بصراحة كان والله المكان حلو جدا. رحنا بقى بعد ما اكلنا، ابتدوا بقى ان هم يلعبوا. طبعا دي لعبة العربية الكهرباء. كل واحد ركب مرة وهو اللي ساق. بس كان مثلا ايه، لو ادم هو اللي راكب دلوقتي كانت ريناد قاعدة جنبه، لما ادم دوره خلص ريناد ركبت مكانه. بس انا عندي ادم قلبه جامد عن ريناد، فريناد كانت بتبقى خايفة شوية وهي سايقة. ف ما رضيتش اركبهم وسط الزحمة. يعني ما كان بيبقى فيه تجدسات على العربيات كنت بستنى لحد ما الدنيا تهدى وكله ينزل والدنيا تبقى فاضية كده، اروح جاي مركبهم عشان برضو الخبطات والصدمات وكده انتوا فاهمين. ممكن يتخبطوا. يعني انا ركبت معاهم كذا مرة وكنت اجي اعمل تك الاقيهم حاسة ان هم هيطيروا مني من العربية. فانا وريتكم الزحمة اللي فاتت اهيت، فانا استنيت لما هديت وخليت رينات بقى ركبت. برضو كان العربيات كلها فاضية وهي عربياتهم بس لوحدها اللي كانت شغالة. هنا رينات برضو ادم عمال يقول لها اعملي كده اعملي كده، فهي برضو ايه مقلقة وخايفة يعني. فهم بصراحة يعني المكان حلو قوي والالعاب هناك جميلة. بيختاروا الالعاب اللي بيلعبوها. يعني مثلا في العاب اللي هي بتلف دي بيدوخوا منها فما بيحبوش يركبوها، تحس ان هم بيبقوا ايه خلاص، صداع يا ماما ودايخين وهيقعوا مني بقى من طولهم. الحاجة اللي هم بيحبوها انا بسيبهم هم يلعبوا بيها. طبعا لعبوا اللعبة ديت ولعبوا ألعاب تانية ودخلنا بيت الرعب ودخلنا سينما الرعب. دي أحلى حاجة عجبتني في الموضوع. سينما الرعب دي بتوديكي في حتة تانية خالص بأمانة والله العظيم. يعني خيال خيال بس حقيقة تحس ان هو بجد. يعني انا هصور لكم السينما. بتخشي، بتقعدي، بيلبسوكي نضارة 3D، بيضلموا السينما خالص اهيت هي دي السينما. بيضلموها خالص. بيخلوا الدنيا كحل بمعنى صح. بيروح جاي شغال الفيلم. بتبصي تلاقي المكان اللي انت قاعدة عليه الكراسي زي ما انت شايفة بالظبط. يعني لو في الفيلم نازل تلاقيكي نازلة معاه طالع تلاقيكي طالعة معاه. الكراسي بتتحرك ويمين وشمال. انا من كتر الخوف انا كنت بصوت، يعني بصوت زيهم بالظبط. هنا انا مصوره لكم الشاشه بتاعت السينما من بره. طبعا جوزي كان قاعد بيراقبنا من بره. آه، ما دخلش معانا. قال لنا خش انتوا ضحى بينا يعني. قال لنا خش انتوا. دخلت انا وريناد وادم قعدنا في الكراسي الوسطانيه. انا قعدت في النص ومسكت ايد ده وايد دي، انا بقيت قاعده في النص ونصوت احنا التلاتة بقى عادي يعني. بس السينما بصراحه جميله جدا. انا كنت مصوره لكم هي من جوه، بس طبعا الفيلم اللي كان هيبقى شغال انا ما كنتش اعرف اصوره بسبب الهز اللي كان بيحصل. المية اللي بتنزل عليكي طبعا هتبوظ التليفون. الخوف اللي انا فيه ممكن ارمي التليفون اصلا. فبصراحة ما رضيتش ان انا اصور الفيلم وهو شغال. وطبعا النضارة 3 دي بتبقى يعني عكس ما انت هتشوفي الشاشة. فطبعا في ميه كانت بتترش علينا لان كنا بننزل كده في بحيره وفي حاجات مرعبه بتطلع في الشاشه. بصراحه اقسم بالله بس هي لعبه تحفه. يعني انا قلت لجوزي انا كل مره هخش السينما خلاص، يعني دي بقت بالنسبه لي ادمان. هنا بقى كان دخلنا بيت الرعب. آه، هو يعني الى حد ما مرعب. انا يعني هنا كنا بنصور بس مش زي السينما خالص، يعني السينما جميلة بصراحة. وكده يكون الفيديو خلص، يا رب يكون عجبكم. استنوني في فيديوهات جديدة. إلى اللقاء في فيديو جديد. في حفظ الله، مع السلامة.